ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه النهاردة؟ وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل إزاي نغسل وننظف الممبار. جبنا نص كيلو ممبار، انتوا طبعا هيديهولكم كده بالطول كله كده. احنا هنعمل نقطعه بالسكينة زي الطول ده كده. عايزين اصغر انتوا براحتكم، بس عشان لما نيجي ننضفه يبقى سهل علينا كده. قطعناه، هنحط ملح عليه وهنحط خل، وهنفضل ندعك فيه بايدينا جامد لمدة 10 دقايق ربع ساعة. ندعك فيه كويس. احنا غسلناه جامد بالملح والخل، هنحطه تحت مية جارية عشان ينضف خالص كده. هتفضلي تغسلي فيه واحد واحد. عايزة اوريكم طريقة عشان تقلبوه تحت المية. بصوا بصوا بعمل ايه. بصباعي تحت المية اهو اهو، ينزل مع المية اهو 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 كده اتقلب. هنعمل كل الممبار بنفس الطريقة كده اتقلب. هنغسل واحد واحد ونحوشه اهو. واحد تاني غسلناه بالملح والخل في الاول على عدلته، وبعدين قلبناه بالميه الجاريه زي ما انتوا حضرتكم شفتوه. وجبنا حله فيها حند كده كأني سكينه، لازم يكون ليها حند عشان تاخدوا يعني حاجه افضل. هناخد حبل الممبار كده زي ما انتوا شايفين، وهنضغط بايدنا شايفين اللي بيخرج منه. هنقلب الناحية التانية، هنمسكه كده تاني تاني لغاية لما ينضف معانا خالص خالص. شايفين شكله بعد النظافة؟ شايفين شكله ايه؟ نضيف خالص خالص، ما فيه اي حاجة. نعمل واحد تاني معاكم. نمسك الطرف من الاول ونضغط عليه اهو. شايفين اللي بيخرج؟ اي حتة انتوا شايفينها لسه فيها مسكوها. خلصنا. شوفوا النظافة. في حتة هنا نعملها، بصوا نظافته، بصوا بصوا كده نضف خالص. هنغسله بالملح والخل كويس. والله عايزين تحشوه بنفس بنفس كده زي ما مقلوب ممكن تحشوه. لا عايزين تعدلوه برضو بالمية تحت المية الجارية وتقلبوه تاني كده.